الثقافة الإسلامية. هذا حمام النساء وله مدخل سري. هذا المدخل السري لحمام النساء يسمونه باب العرائس، لأن العروس في يوم زواجها تيجي للحمام معها 3-4 صحباتها، يعني يقولون تخاف من العين ومن باب الستر أيضا، فبعد ما تستحم أيضا يخرجون 3-4 إلى قصر الأفراح. باخذ فيكم لمحة تاريخية عن مدينة فاس. هذه قبور المرينيين، حتى قبورهم مطلة على المدينة، ومبنية المدينة على تلة سايس. هنا عدوة القرويين وهنا الأندلسيين، يفصل بينهم نهر وادي الجواهر، وهناك أول جامعة بنيت في العالم. المدينة دي اللي أسسها الأدارسة، والأدارسة من آل البيت فروا بعد موقعة فخ مع العباسيين وجاءوا إلى المغرب واحتضنوهم المغاربة. ابن إدريس الأول هو اللي أسس مدينة فاس، وإلى اليوم موجود فيها قبره، وهذه أسوار فاس العتيقة. اليوم صباحنا غير، صباحنا أندلسي، لكن في المغرب. صباح الخير يا أبو مالك. هذا مو حرير، أول مرة أشوف حريرة بيضاء. حريرة بيضاء. سكننا في الرياض على الطراز المغربي، اليوم ساكنين في الرياض على الطراز الأندلسي. بعرض لكم إياه وقولوا لي إيش الفرق. طبعا هذا البيت لعائلة أندلسية هاجرت بعد السقوط وسكنت مدينة تطوان. هذا بيته، هذا الباب، وهنا المجالس. اليوم حولوا فندق إلى رياض، وبنشوف غرف النوم. دخول الشمس، هذا السرير كامل الجناح مطل، وإطلالة ولا أروع على الحمامة البيضاء. مدينة تطوان في شمال المغرب. احنا نايمين في الرياض نسمع هذا الصوت، مشينا مسافة 200 متر ووجدنا هذا الجمال. شلال خلف الرياض في تطوان.